إلى معايير وضوابط بشأن الجمعية التأسيسية للدستور، رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم هذا الاتفاق، واصفين إياه بأنه محاولة لفرض الوصاية على البرلمان وتجاهل للمادة 60 من الإعلان الدستوري التي تعطي الحق للبرلمان في انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية. هو كان تعليق على اللي حصل، وبعدين المجلس العسكري ليس له الحق في أن يفرض رأيا قانونيا على اللجنة التشريعية أو على مجلس الشعب بصفة عامة، وإنما هو محاولة لتقديم التصور الذي ممكن أن يكون، وقد أخذناه باعتباره رأي، يعني جزء من الآراء التي طرحت، وليس هنالك إلزام بأي صورة من الصور. هو بيجي حاليا بيقول لك احنا توافقنا، يعني حتى الصيغة نفسها، يعني الصيغة نفسها أنا هناك ممكن أن احنا توصلنا إلى اتفاق وبنرسله للاجتماع المشترك عشان يأخذوا في الحسبان، إنما مش هو بيبعتها بصيغة فرض، لا ده احنا المختصين، واللي يتنازل عن اختصاصه مفرط، والتفريط لا يجوز. يعني ما تيجي النهارده بتعمل اجتماع مع تيارات سياسيه ومع احزاب تطلع بوثيقه بهذا الشكل، لا طب سيبنا اما اخلص شغلي وبعدين اديني الكلام ده، يعني لان انا الاختصاص الاصيل ليا، انا اختصاص الاصيل ليا كمجلس شعب وشورى كويس، وبعدين كلجنه تشريعيه كمفوضه من مجلس الشعب بهذا الامر بوضع هذه الضوابط. كان المجلس العسكري قد اجتمع بالأمس مع رؤساء الأحزاب وعدد من نواب البرلمان، فيما تغيب رئيس مجلس الشعب والشورى، وقد اتفقوا على 6 معايير رئيسية، من أبرزها التوافق على النسب المحددة للجمعية التأسيسية. وفيما يتعلق بإقرار بنود الدستور فيجب موافقة الثلثين على الأقل من أعضاء اللجنة، وأن تتولى الأحزاب والمؤسسات الدينية ترشيح الشخصيات التي تمثلها، على أن يرشح الأزهر 4 شخصيات والكنائس المصرية 6 شخصيات، في حين يتم اختيار 10 من فقهاء القانون والدستور وعضو واحد من كل هيئة قضائية. وقد أوصى الاجتماع بضرورة الانتهاء من الدستور قبل جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.